عايزة تعملي البسبوسة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة. هنعمل النهاردة بسبوسة الأكياس الجاهزة من حلو الشام، وهقولك ازاي تطلع معاكي ناجحة من أول مرة. بسبوسة مرملة وطرية وشاربة الشربات بتاعها زي بتاعة الحلواني بالظبط، وبتكلفة بسيطة جدا. جربوها بطريقتي بجد هتعجبكم جدا، وهقولك ازاي تعمليها في الفرن وازاي تعمليها في الاير فراير. شايفة حلاوة البسبوسة مرملة ازاي ودايبة؟ من النهاردة مش هتشتروها تاني من بره. ويلا بينا نسمي الله ونشوف المقادير والطريقة. أول حاجة معايا كيس بسبوسة حلو الشام، هتلاقيه موجود في أي سوبر ماركت وسعره مش غالي. وزن الكيس حوالي 350 جرام. عايزة بسبوسة الأكياس الجاهزة تنجح معاكي ما تبصيش للطريقة والمقادير المكتوبة على الكيس خالص، لأن لو عملتي الطريقة اللي مكتوبة عليه هتطلع ناشفة جدا. وكمان معايا علبة زبادي وزنها 100 جرام مش أقل من كده. وطبعا حلاوة البسبوسة بالسمنة البلدي. أنا هنا مستخدمة سمنة بلدي بقري اللي بتكون لونها أصفر، بتبقى أحلى في الحلويات الشرقية. أخدت معلقتين كبار من السمنة سيحتهم في الميكرويف، بعد ما بتسيح بتبقى حوالي ربع كوباية. ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، بنشتريه من أي محل بيبيع مستلزمات الحلويات. لو ما عندكيش ممكن تحطي معلقة من العسل الأبيض أو من شربات الحلويات التقيل، لكن عسل الجلوكوز بالنسبة لي أفضل عشان بيبقى مش مسكر قوي. البرطمان ده كله كنت جايباه بحاجة و20 جنيه السنة اللي فاتت، معرفش لسه سعره إيه السنة دي، بس هنحتاجه كتير في وصفات رمضان وخصوصا في عمل شربات الحلويات للكنافة والقطايف. وبس كده، هي دي مقادير البسبوسة في طبق كبير. وهنبدأ نخلط المكونات مع بعض. أول حاجة الزبادي 100 جرام اللي قلنا عليها، وعليها معلقتين السمنة السايحة ومعلقة عسل الجلوكوز. في المرحلة دي ما ينفعش نحط البسبوسة خالص، لازم نخلط المكونات مع بعض كويس جدا لغاية ما يبقى قوامها كريمي بالشكل ده. وبعدين هننزل على الخليط بكيس البسبوسة، وما بنحطش أي إضافات تانية، لا سكر ولا فانيليا ولا بيكنج باودر، الحاجات دي كلها موجودة في الكيس. وببدأ أقلب البسبوسة مع الخليط بطرف صوابعي، مجرد بس إن عايزة السميد يتشرب من الخليط ده، لكن من غير تقليب كتير ولا عجن كتير. ودي أهم خطوة في نجاح البسبوسة بتاعتك عشان ما تطلعش ناشفة. احنا عايزينها تطلع طرية وتشرب الشربات كويس. لما أحس إن السميد اختلط كويس بكل المكونات وتشرب منها هوقف تقليب خالص. شايفين قوام البسبوسة طرية ازاي؟ لا هي خفيفة قوي ولا هي تقيلة، ده القوام المظبوط بتاعها. وتاني خطوة مهمة، حجم الصينية. صينية البسبوسة بيبقى ارتفاعها بسيط بالشكل ده، عشان البسبوسة لو عملتيها عالية هتبقى عاملة زي الكيكة مش هتطلع حلوة، ولو عملتيها رفيعة قوي هتطلع ناشفة. فحجم الصينية المظبوط هيخلي البسبوسة تطلع ناجحة معاكي. لو انت هتعملي البسبوسة في الفرن هتستخدمي صينية مقاس 26، وهتدهني الصينية بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وتفردي البسبوسة وتدخليها الفرن رف أوسط على درجة حرارة 180. هتاخد من 25 دقيقة ل 30 دقيقة. وطبعا لو عملتيها في الفرن هيبقى أفضل من الإير فراير، لكن أنا هجربها برضو في الإير فراير للي طلبوها مني واللي عندهم مشكلة في الفرن وعايزين يعملوها في الإير فراير. هستخدم صينية تنفع تدخل الإير فراير، هتكون مقاس 18 سنتي، وباقي كمية البسبوسة هحطها في حاجة تانية. هنا جبت معلقة كبيرة من السمنة البلدي ودهنت الصينية كويس والجوانب كمان، وهبدأ أفرد البسبوسة. شايفين البسبوسة طرية والسطح بتاعها ناعم جدا، ده بيدل ان البسبوسة هتطلع طرية وناجحة معايا. وبأكد عليكم ارتفاع البسبوسة ما يكونش عالي، ما تحطيهاش في صينية الحواف بتاعتها عالية وتعمليها زي كيكة، مش هتستوى ابدا معاكي. وافضل حاجة في تسويتها اي صينية معدن يكون على مقاس القلاية بتاعتك. لو ما عندكيش ممكن تستخدمي اطباق فويل ألمونيوم اللي انا عملت فيها قبل كده الكنافة زي اللي هتظهر في الصورة دلوقتي. وكمان انا هحط باقي كمية البسبوسة في كبات ألمونيوم برضو عندي صغيرة، بس برضو هخلي ارتفاع البسبوسة سنتي سنتي ونص. وكمان عملت قبل كده بسبوسة في طواجن فخار. انا بقولك على كل الحاجات اللي انا جربتها ونفعت معايا، عشان لو في حاجة مش عندك يبقى قدامك بدايل تانية. تقدري تعملي البسبوسة سادة او بالمكسرات. انا عملتها قبل كده باللوز زي ما انتوا شايفين في الصورة كده، كانت برضو حلوة جدا. تقدري تحطي بندق، لوز، اي مكسرات عندك. انا النهاردة مش عندي غير شوية بندق صغيرين، فهحط في كل كب بندقية واحدة. وده مفرش السيليكون اللي بحطه تحت اي طاجن او صينية بتدخل الاير فراير عشان ما تجرحش الشبكة. ما عندكيش حطي ورقة زبدة. وهختار برنامج الكيك اللي بيكون على درجة حرارة 160، هو مدته 45 دقيقة، بس طبعا البسبوسة مش هتاخد الوقت ده كله، هنشوف مع بعض هتاخد وقت قد ايه. نيجي بقى لشربات البسبوسة. شربات البسبوسة بيكون خفيف، يعني كمية المية قد كمية السكر، وكمان لازم ينزل على البسبوسة وهو سخن. البسبوسة تكون سخنة والشربات كمان سخن. أنا كنت مجهزاه وعندي في التلاجة، فهسخنه شوية في الميكرويف.
وكده عدى من وقت البرنامج 25 دقيقة. تعال نفتح ونشوف البسبوسة. ما شاء الله لونها خطير، شايفين لونها ذهبي وتحفة ازاي؟ انا بالنسبة لي اللون ده حلو جدا. لو عايزة تغمقيها اكتر من كده ممكن تزودي الوقت شوية كمان. وكده اجمالي الوقت للبسبوسة في الاير فراير اخدت 25 دقيقة على درجة حرارة 160. واول ما نطلع البسبوسة وهي لسه سخنة هننزل عليها بالشربات هو كمان سخن، ونحرك الصينية عشان الشربات يتوزع كويس. كمية الشربات حسب ذوقك، بتحبيها مسكرة قوي ولا نص نص. وأول ما تحطي الشربات وتتأكدي إن توزع كويس لازم تغطي البسبوسة لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق عشان تطرى وتشرب كل الشربات بتاعها. وهحط كبات البسبوسة في الاير فراير وهسيبها تغمق شوية عشان تشوفوا برضو درجة اللون لو عايزينها أغمق من كده. لكن أنا اللون بتاع الصينية كان بالنسبة لي أحلى. البسبوسة طلعت ناجحة جدا وطرية زي ما انتوا شايفين وشربت كل الشربات. مفيش أحلى من كده. لازم تسيبيها تهدى. أنا هقطع لكم قطعة منها دلوقتي بس طبعا هتبقى سايحة شوية، وهقطع لكم قطعة تاني لما تقعد 2-3 ساعات هتلاقيها متماسكة كده. هتطلع القطعة بقطعتها ماسكة نفسها وفي نفس الوقت مرملة ودايبة، لكن طبعا من تحت ما أخدتش لون زي ما هتعمليها في الفرن. هي مستوية كويس جدا لكن من تحت مش أخدة نفس اللون اللي هي أخداه من فوق. لو انت عايزاها تاخد نفس اللون من تحت كمان يبقى تدخليها في الفرن. طبعا الفرن أفضل في أي صواني، لكن لو في عندك أي ظرف وعايز تعمليها في الاير فراير أنا جربتها معاكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واكتبي لي رأيك في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.